راجل بيظهر كنمبر 1 في اعلان السيد الاهلي وبيختمه بصوته، فاكيد الموضوع خد مساحه من الجدل، فالناس عايز تعرف ايه الكواليس. قول لي الفرق ما بين الصحافه زمان ودلوقتي. الانفراد في مصر لا دين له ولا صاحب. اذا كنت بتتكلم عن الوطنيه، لا ده انت تقوم تقف وتضرب تعظيم سلام. انت بتتكلم واحد ابوه من ابطال حرب اكتوبر. مش هتمشوني على مزاجكم بصوت احمد ادم القرموطي. انت عارف الضحيه الاكبر في الموضوع ده مين؟ الجمهور. نينو ده كان لعيب جامد جدا وهو صغير. قلت له نينو مين يا عم؟ قال لي نينو ابو تريكه. ابو تريكه اصلا نينو اللي معاه حكم ايدان نهائي وبات على ابو تريكه طلعه. سافرت ماتش مصر وغانا؟ طبعا. انت ما تسافرش تاني مع المنتخب، الله يبارك لك. فوجد محلا فخش فيه. يا ابني خليك صحفي بقى، خش اصلا قول له ايه مكونات البسبوسه على طول كده. ولا ابو تريكه ايه؟ ما قال لك نتغلب 2-1. خط في الموضوع فتبتقلب عيسى الوزاني. يلا بينا. يلا بينا. يا مساء الفل، يا مساء الجمال. حلقة جديدة من كورة توكس. النهاردة بينورني ويشرفني اتنين من الناس العزاز عليا قوي، يعني اللي انا بحبهم جدا جدا. الناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد جلال. يا استاذ احمد ازيك؟ ازيك يا استاذ امير؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله كويس الحمد لله رب الدنيا العالمين. كويسه معاك؟ لا تمام الحمد لله. واللي كان عمال يديني رياكشنات يا جماعه من اول ما قعدنا، والله العظيم ماسك نفسي بالعافيه في الضحك. نورني وشرفني كمان اخويا وحبيبي وصديقي العزيز الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمود شوقي. يا استاذ محمود عامل ايه؟ مساء الفل يا استاذ امير، ازيك يا حبيبي؟ والله منورني. الله يخليك، ده نورك. الدنيا اخبارها ايه؟ مبروك على البرنامج الجميل ده. الله يبارك يبارك طيب فيك. وكل ربنا يكرمك. البرنامج والكرو الجميل. ربنا يخليك. وسعيد التواجد معاك ومع الاستاذ احمد جلال. ده شرف لينا يا استاذ محمود. اكيد هنرغي في حاجات كتير. أكيد مواقف طبعا. بقى وحكايات وبتاع. النهارده يظهروا بس معانا يا نص جماعه حكايات الاستاذ احمد جلال عاوزه مونتاج على طول. مش مونتاج ولا حاجه. انا اما احكي ان انت يعني عملت روايه وفجاه نفسك لقيت نفسك في الطل ومش موجود، اكيد الناس تبقى لازم تعرف الحقيقه. لازم طبعا. لا قصه، الموضوع له قصه كبيره. أيوة. لا احكيها انت بقى. النهارده يظهروا معانا يا جماعه بشكل مختلف خالص عن عكس اللي احنا بنظهر فيه في الاستوديوهات في التلفزيون. النهارده هنقعد نحكي ونتكلم مع بعض ومواقف وحكايات كتير، فان شاء الله الحلقه تعجبكم. يا استاذ احمد، طقوسك اخبارها ايه في رمضان؟ الحمد لله الواحد بيصحى. بتصوم؟ الحمد أهم حاجة. لله الحمد طب لله الحمد الحمد لله. لله زي كل سنه بصوم بالتاكيد. وبحاول اتلافى حاجات كتير قوي بتحصل في ال في ال في الوسط بتاعنا او في الدراما. فلما بتبعد عن القصه دي بتبقى شيء كويس. خط في الموضوع فتبتقلب عيسى الوزاني. يلا بينا. يلا بينا. على طول. بس يعني مفيش حاجه معينه، مفيش حاجه. واليوم بيجري بشكل من بدري، يعني الشهر اليوم كله بيجري بشكل غير عادي بصراحه. يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. اليوم يعني جميل جدا. بتلاقي نفسك يعني لو انت مش متارجت نفسك بشكل كويس حاجات كتير ممكن تهرب منك. فيعني الحمد لله الدنيا كويسه. بس المشكله يعني الواحد بيصحى من المدارس دي الصبح صعبه قوي، وانت بتبقى عندك برنامج بالليل. يا بختك. ما عنديش برنامج. اجازه. اجازه شهر كامل. اجازه. بس فيعني رمضان طول عمره حاجه جميله. جميل جدا والله. الحاجه الوحيده اللي بفتقدها بس بعد السن ده كله ان انت مش لاقي حد في سنه كابتن يلعب معاك كوره. هتعمل ايه؟ مفيش حد. ومفيش مكان. هو خلاص بقى مفيش حد بيكلمك عشان هتلاقي دورات نفسك مثلا تروح تلعب مع اولاد. تكتشف مثلا ان انت دخلت في مرحله اللي بيلعبوا يعني داخلين يعني ولادك او احفادك. اقول لك يا جدو. ده حاجه جميله. جدو احمد خد يا ما تجريش جنبي يا ده لاقي عليك. ما هنعمل ايه؟ بص يا جدو مش عارف ايه. طبعا ما هو جدو ده احسن بديل. صح. 5 دقايق وتتكل على الله تجيب جول وتطلع على طول. بالظبط. حوده، بتصحى ازاي في رمضان؟ انا عارف انت الصحيان بالنسبه لك صعب جدا. انا عارف ان الموضوع ده اصلا عامل لك انت ازمه نفسيه. والله العظيم. يا جماعه محمود شوقي ما حدش يكلمه غير بعد الساعه 5 6 المغرب، غير كده قبل كده ما تلاقوهوش، تليفون اصلا مقفول. انا عارف البرنامج ده. احكي الموقف بتاع مراتك لما قلت لها ان ما حدش يتصل بيا، اي حد يتصل بيا وانا نايم ما تصحينيش غير في حاله واحده، حاله الوفاه. قلت لها ايه؟ قول لي وايه اللي حصل اصلا. كذا موقف بسبب التليفون ده. يعني مثلا في نجم كبير مش عاوزين نقول اسماء يعني. ماشي. انت عارف طبعا. عادي لو عايز تقول اسم عادي. لا عشان اوكي.
فكان اتصل عليا ومش عارف ايه وبتاع. المهم قال للمدام قاعده كده اول ما اتجوزنا يعني. انا 16 سنه جواز دلوقتي، انا اتجوزت صغير ما شاء الله. ما تصحينيش ما تصحينيش مهما كان المتصل الا في حاله وفاه. موجود حاله وفاه اضطر اصحى. ايوه صح. فصحيني مباح ليك. فمره دخلت عليا بتصحيني بالحاح، فطبعا لازم اتفزع، ما انا متفق. قايل لها بقى قايل لها لا لو حاله وفاه بس تصحيني. فقالت لي فلان الفلان بيتصل. قلت لها كده انت براءه طالما فلان 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 وفلان يعني. يبقى انت براءه بره القاعده اللي احنا حطيناها يعني. شوف انا اكتر واحد في مصر بقفل التليفون. الحمد لله يعني. عاوزين يعني لو حد عامل مسابقه ولا حاجه اخدها مستريح. من زمان كده قافل التليفون، بعشق غلق التليفون. ايه قصه النوم يعني؟ انت ليه قلب باليومك كده؟ شوف انا لو نمت اقل من 8 ساعات مشكله، اصاب بامراض صداع واسهال وحاجات اخرى. لا والله اقسم بالله لازم 8 ساعات تقفلهم. اقل من 8 ساعات ما ازمه نفسيه. فلازم اخد، هي سبحان الله تربيه كده، اتربيت على كده. ولازم 8 ساعات الصبح مش بالليل. الصبح دي بقى جت بسبب الشغل. البرامج بتاعتنا الغريبه دي عملت لي ازمه في موضوع النوم. المواعيد. المواعيد، فبقيت انام اصلي الفجر وانام. فاليوم بقى مقلوب بالنسبه لي. يا جماعه انا كنت بتصل فامير بيعاني بقى. وحياة ربنا كنت واحنا بنجهز برنامج بلس 90، فبكلمه عشان يتفق معايا يبقى معايا في البرنامج، يجي يبقى رئيس لسه الاتفاق الاولاني يعني ماشي. لسه في الاول، لسه بنكون التيم بتاع فكلمه مثلا الساعه 2 3 الاقي تليفونه مقفول. بعدين اكلمه بالليل يرد، بنتكلم وناخد وندي وهنعمل ايه ومش عارف ايه وكلام من ده، ويشوف الدنيا هو هيعمل ايه وبتاع. اكلمه تاني يوم مقفول. انا ما اعرفش بقى ان هو برضو لسه ما يعرفش بقى، لسه مش عارف النظام ده. كلمه الساعه 3 4 مثلا ليه مقفول؟ هو الراجل ده بيعتذر ولا بيهرب ولا هو بيعمل ايه؟ اتضح ان هو اصلا طبيعته بيقفل التليفون الصبح. فالقصه صعبه قوي عنده بصراحه. لا ده انا ليا موقف في القصه دي. ايه بقى؟ يعني هو تليفون مقفول، فلقيت استاذ محمد سيف بيكلمني. ازيك يا احمد عامل ايه؟ قلت له الحمد لله كل سنه. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. هو محمود شوقي فين؟ قلت له موجود. ما كان معايا امبارح. قال لي ما انا عارف ان هو كان معاك امبارح. قلت له طب ايه المشكله؟ مش فاهم. قال لي ما انا عمال اتصل بيه لقيته مغلق. قلت له هو اداك مغلق؟ قال لي قلت له هو دي عاده محمود يعني. طب شويه كده يصحى وانا هخليه ايه يعني هبلغه. قال لي طب خلاص بس قول له ان انا ايه كلمته. فين وفين بقى؟ الحمد لله رب العالمين بعد 3 ساعات قال ما انا برضه لازم افتكر. طب فحاطط في دماغي ان الراجل اللي كلمني وقصدني عشان استاذ محمود. اول ما فتح التليفون يا عم انت فين؟ قال لي ما انت عارف انا نور. قلت له طب كلم استاذ محمد سيف عشان الراجل قلب عليك الدنيا عايز يطمن عليك. قال لي طب خلاص انا هبقى اكلمه. فهو الحكايه دي يعني طبعا هو عنده موضوع انا مش عايز اقول بحقد، انا بحسد. تحسد وش كده. يعني الموضوع ده يعني بيعمل قصص كتيره جدا في الشغل. كل الناس بيبقى بيعمل ايه وبيسوي ايه، بس ده معناه ان انت اصلا ما بتوديش مدارس. لا المدارس مين؟ صلى على النبي على السلام. ما بيوديش، ما وصلش. لا انا بودي ولا بجيب ولا اعرف والله. سيطره والله، العربي سيطره والله بدون اي مبالغه، بدون اي مبالغه. وده الموقف ده اتعرضت عليه الفتره الاخيره كتير جدا، ومراتي زعلانه مني زعل شديد يعني. لا والله. حد يسالني عمر في سنه كام؟ ده كمان والله العظيم ما اعرف. وحق هذا الشهر الكريم ببقى عارف بس بتلخبط في الارقام. ومالك برضه في سنه كام؟ عندي مشكله اصلا في الحياه بصفه عامه يعني. عمر في سنه كام بقى؟ انا دماغي متكلفه. ايوه عمر في سنه كام بقى؟ عمر في سنه كام ولا لسه؟ لا ثالثه ولا رابعه حاجه كده. ثالثه ولا رابعه كويس قرب يعني. لا ابتدائي. كويس انه عارف اللي في الابتدائي يعني كده. انا دماغي متكلفه فعلا. بس انا بقى الفتره الاخيره عندي مشاكل بسبب امير هشام. تمام والله العظيم 3. امير هشام برنامجه الغريب ده اللي اسمه بلس 90 ده عمل نجاح الحمد لله. الحمد لله طبعا. بس يعني ايه، افسد حياتي بشكل عام. لا بقيت اقرا ولا اكتب. انا حياتي كانت عباره عن انت عارف تمام، لا قراءه لا كتاب. الحمد لله لا قارئ كويس وبحب اكتب اكيد الحمد لله رب العالمين. زيرو دلوقتي قراءه وزيرو كتابه.
يعني كده المسؤوليه الجنائيه تقع على على امير هشام والله. والله لا ده غير مشاكل تانية امير هشام عملها له. والله اصلا ده مشاكل كتير. لقيت مره جاي بيقول لي الخبر ده. يعني انا كانت علاقتي بكل الوسط الرياضي كانت ممتازه. كانت ممتازه. كانت مره بيتكلم في التليفون بيقول لي يا امير هشام انت خسرتني كم مصادر مش طبيعي. خسرني نجوم، يعني علاقتي بهم علاقه رهيبه وممتده من سنين طويله، خسرهم لنا في ثانيه كده. يطلع مع نفسه كده يخبط خبطه، وفي الاخر انا محمود شوقي بيشيل. بس هو في ناس ما بتحبش تنتقد. اكيد. انا ما بتجاوزش في حق حد. لا بتجاوزش، بس هو الواحد بينتقد مثلا الناس حاجه مش معينه، متعودة هم على بيزعلوا. كده. هم بيزعلوا من حاجه زي كده. طيب بالمناسبه يا استاذ احمد، قول لي الفرق ما بين الصحافه زمان ودلوقتي، وما بين الاعلام زمان ودلوقتي، من حيث بقى المحتوى، من حيث كل شيء، كل حاجه تتعلق يعني بيه. انا قلت لك الضوابط اللي كانت بتتحط، امم كان في حاجات يعني قد يرى البعض دلوقتي انها يعني ايه يا عم اللي انتوا بتقولوه ده. يعني ممكن مثلا تقعد لك 4-5 سنين مثلا بتكتب ما اسمك ما ينزلش اصلا. والله 4 5 طبعا. سنين طبعا. اسمك مش انت عشان لما تعين، لا اسمك اصلا ما بينزلش. شغلك تمام؟ ينزل بس اسمك لا. تمام. اه دي نقطة، يعني كون اسمك يتكتب ده فده فخر ما بعده فخر، تحس ان انت عايز تعلق الموضوع على صدرك. طبعا مش تمشي هتبقى- بالجرنان في الشارع كده. بالظبط. انا هو يا جماعة انا ده حصل. أيوة. كده يعني. آه. فدي معاناة كبيرة جدا. فكرة ان انت تتعلم فتلاقي نفسك يعني مش عايز اقول لك انا كان بتعمل فينا ايه. انا مرة اترمى في وشي الورق دشت. كده على طول على طول ده رئيس التحرير في وشي. ليه؟ ايه ده اللي انت كاتبه وما اعرفش ايه. والفاظه فده كان ده كان سلوجان على فكره، مش على احمد جلال. صحيح. يعني انا من كم ما قرات ومن كتر الواحد ما كان عنده بعض الخلفيات، فالموضوع بدات اتعامل معاه بنوع من الحصانه. يعني انا اللي قريته من احمد يعني رحمه الله عليه احمد رجب، واللي كان مصطفى بيه امين بيعمله علي امين، ده كان حاجه مرعبه. انت عارف مصطفى امين وعلي امين حاجه كده بس ضارفه ماشيه. شفت فرانكشتاين كده، مش حسين غريب زي مننا، لا فرانكشتاين. ايوه عارف. الحلقة دي هو ربنا كان بيعمل يسترها كده. مؤاخذة حسين. يخسرك كل الناس. محسن عارف ان انا بقول. ايوه انا عامله صوتين جنب بعض. بس من الناس الجميله الشاطره طبعا جدا. طبعا حسين الناس الحبايبي كمان يعني، والمصحفين المحترمين. ف علي امين كان بيمسك الواحد يضربه في الحيطه. ففي حاجات في الشغلانه لا تتخيلها. يعني مثلا كنا في مكتب الاستاذ ابراهيم حجازي، اوكي، وكنا عاملين اجتماع وما اعرفش ايه، وكان في انتخابات ساعتها في نقابه الصحفيين. فساعتها كان في التليفون اللي هو اللي بيتفتح كده الدبل ديك كده. فاهم. التليفون ده كان ثمنه ساعتها يعني 2500 جنيه. رقم ساعتها، فرقم مرعب طبعا. يعني. ده دلوقتي لا يعني ممكن يوصل ل 70 و80 الف جنيه. لان هو كان الفيرجن الاخير يعني الفاينل اجدد حاجه. فكل شويه الراجل بيكلمنا. على فكره الاستاذ ابراهيم كان عصبي جدا الله يرحمه جدا، كان متضايق. فهو بيكلمنا فالتليفون يرن، فروح هو عامل كده فتحه وقفله. فيا جماعه هنعمل ونسوي دي، صراحه فتحه وقفله ويكمل الكلام. اخر مره راح ماسك التليفون، انت عايز مني، راح رازع التليفون. يا نهار ابيض. ورحنا كلنا موطيين فجه في الحيطه. يا نهار ابيض. نزل التليفون ما شاء الله. ده انا بص في يا جماعه هو بيعملوا ده. هو من كتر ما هو من فرط هو مركز. شوف بص يعني يعني حاجه جامده جدا، بس هو يعني عايز يركز لدرجه ان هو مسك التليفون ضربه في الحيطه. فيعني والواحد كان، انا كنت في الفتره اللي بدات فيها ابقى مسؤول، كنت برضو يعني توارثت هذه العصبيه. لكن مع الوقت الواحد بدا يبقى اكثر هدوءا واكثر نضجا في ان هو يتعامل بشكل يعني مختلف، لان الجيل غير الجيل والناس غير الناس والطبيعه غير الطبيعه. انت ممكن تتقبل ده وانت تتعلم عشان عارف اللي قدامك بيعلمك. ممكن النهارده لو انا يعني شخطت في واحد يقول لك ده مستقصدني ويطلع يطلع من المهنه خلاص، ويطلع في حياته عقده اسمها احمد جلال مثلا ويكتب لك بوست. فاهمني. ما حدش بيسوي يكتب لك بوست. ما حدش بقى يستحمل الكلام ده. خلي بالك خالص دلوقتي. بس ده عارف الفيلم بيقول لك الفيلم الارض بيقول لك بس خلينا رجاله. احنا فعلا ايوه صح 100%. فده بيخلينا لغايه دلوقتي اما تيجي تشتغل فتلاقي اللي قدامك يا عم انا مش قادر وما اعرفش ايه وبتاع. فلقينا انا انت مش عارف، طب خلاص اركن اشمبر اروح اعمل له الفورمات واشتغل وما اعرفش ايه وبتاع. راح باصص لي كده
ايه اللي انت بتعمله ده؟ فاهمني؟ فهم مش واخدين على كده. الجيل فاهم غير ان انت الجيل مثلا دلوقتي غير ايه الوقت يعني احنا حتى في الشغلانه كان يقول لك رحمه الله عليه عثمان احمد عثمان. فكان دايما يقول لك كان وصل لمرحله ان هو بقى وزير اسكان وتعمير ما في ايام السادات، لكنه كان مقربا جدا من رئيس السادات. بس ما كانش بيتقال عليه سياده الوزير، امال ايه؟ بيتقال عليه المعلم. المعلم عثمان احمد عثمان. اشمعنى؟ لان هو شغال بتاع مقاولات. فكلمه المعلم بالنسبه له الاهم. صنايعي. فلما ابنه اولاده كلهم ما يتقالش الباشمهندس، يتقال ابن المعلم. وينزلوا صبي ويتكحرت زي ما بيقولوا، وعشان يتقل على الارض ويشتغل، ما يبقاش افندي قاعد على المكتب وهو مش فاهم حاجه، عشان ما حدش يعرف يضحك عليه. هي دي الفكره. طول ما اللي قدامك فاهم ان انت فاهم ويشعر في وقت ان يعني انا مش قادر ومش عارف، فيلاقيك انت طب تعالى وتروح عاملها له. فده درس. وبرضه احنا اتعلمنا كده. يعني فجاه مثلا، يعني احنا كنا انا يعني من جيل، انا كنت مدير تحرير وانا عندي 24 سنه. لا والله. وكنت رئيس تحرير بجورنال يومي شامل وسياسي وانا عندي بالظبط 28 سنه. ففي اوقات يا محمود بتخليك غصب عنك بيحصل لك نوع من تضخم الذات. فلما تاخد الدرس بقى تقول لك طب اركن بقى على جنب، وتلاقي نفسك بره خالص، وتقعد اسبوعين الراجل اللي علمك يعمل لك الجورنال، فتبتدي تاخد خطوه لورا، عشان نفسك ما تبقاش برضو يعني لازم يكون في عندك نوع من يعني خطوه او خط رد، عشان ما يبقاش الموضوع غلط. فده حاجه احنا اتعلمنا عملي في حاجات كتير قوي مش نظري، وده اللي فرق اكيد دلوقتي معاك طبعا. طيب حوده، انت انا عارف انت بتعاني في الوقت الحالي. انا عارف انا طبيعتك، وراجل بتحب قوي المهنه جدا ومهني جدا. فهل السوشيال ميديا بتشوف ان هي اثرت بشكل او باخر على مهنه الصحافه في خلال الفتره الحاليه؟ شوف انا بحب الصحافه جدا. وليا قصه مع الصحافه اصلا. بحبها وزهقت منها. ليه بقى؟ عاوز ابطلها النهارده قبل بكره. ليه؟ لو عندك طريقه ساعدني انت واستاذ احمد جلال. لو عندي طريقه مش هقول لك. يعني تظبطوا لي الموضوع ده. بمنتهى الوضوح. ايه؟ بمنتهى الوضوح والله. ليه بقى؟ يعني انا لو في اي فرصه عمل تجيب لقمه عيش للعيال هشتغلها فورا. وتسيب الصحافه؟ يا راجل كبر دماغك. ليه بقى؟ احكي لي. وجع دماغ وخلاص. عارف انت بقى التشبع. انا نجحت بدري برضو. انا اذا اعتبرت يعني المشوار ده فيه نجاح. لا طبعا. فهو كان فيه نجاح بدري شويه زي ما احمد جلال بيقول كده. الى جانب بقى النقطه اللي انت قلتها دي نقطه كارثيه بالنسبه لي. السوشيال ميديا. انا بكره السوشيال ميديا دي كراهيه التحريم. لا والله. والله كان نفسي اعيش في زمن ما فيهوش سوشيال ميديا. يعني كان نفسي اعيش في زمن ما فيهوش بودكاست اللي انتوا عاملينه ده. عشان ما تجيبوليش. طب يا عم احنا ذنبنا ايه طيب؟ لا يعني ما قبل ذلك، يعني العصر ما قبل الكلام ده خالص. يعني طب ليه بقى؟ احكي لي يعني ايه الحاجات اللي بتضايقك؟ انا ارتبطت بالصحافه بدري جدا. جدي من ابو والدتي كان من علماء الازهر الشريف. وكان من نوع القارئ، عنده مكتبه ضخمه يعني. وكان الجرايد دي بالنسبه لنا عندنا. وخالي برضو الكبير وخالي الصغير كان عندهم الجرايد دي، حاجه غريبه جدا. لازم الجرايد دي موجوده. فكان عندهم جنينه كده ورا فيها اوضه. الاوضه دي كانت مليانه جرايد وكتب بشكل غريب. انا فاكر لما حصل حريق في المنطقه. فالحريق خد الاوضه دي. انا شفت اخويا الكبير بيبكي. وانا فاكر ان هو بيبكي على الحريق. اتاري كان بيبكي على الكتب والجرايد. يا خبر ابيض والله العظيم. اخويا الكبير اللي هو شرطه بس اللي هو دكتور. الدكتور في القانون يعني. فكان قارئ برضه كويس. فارتبطت انا بموضوع الجرايد ده بدري. تمام. كان ممكن في الثانويه العامه بعد الثانويه العامه ادخل اي كليه تانية. بس اخترت اخش برضه. انا عارف ان الضغط عليك في الموضوع ده وانت رفضت. انا كنت عايز اطلع صحفي باي شكل. وريتني ما انت كنت عايز كده. وريتني ما طلعت. تقول ايه؟ دخلت كليه يعني حاولت. وريتني فعلا ما دخلت المجال ده. يعني كنت سمعت الكلام، لان انا وجدت فعلا معاناه رهيبه في هذه المهنه. في بدايه عملك يعني شفت المعاناه دي ولا تقصد في المرحله الحاليه؟ في المرحله وكل حاجه. يعني انت عارف ان انا مركب 6 مسامير في ظهري. مش ده طبعا، مش ده السبب، بس في معاناه حصلت. في تعب كبير وللاسف الشديد احنا وصلنا لمرحله
صعبه، ما يبقاش فيها تقدير للناس. يعني مثلا انا عمري ما اقول للاستاذ احمد جلال يا احمد يا جلال، عمري. تمام. لكن في للاسف الشديد ناس موجوده في السوق دلوقتي حاليا عادي، ما عندهمش اي احترام لاي حاجه. عادي. تمام. النجوم اللي اتعاملنا معاهم قبل كده والنجوم اللي بنتعامل معاهم حاليا في فرق. لا 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 فرق من ناحيه ايه لا بقى؟ يجيبوا الضغط. من ناحيه ايه يعني؟ قول لي ازاي، قول لي يجيبوا الضغط ازاي. انا أو إيه؟ اتعاملت مع ثابت البطل. شخصيه استاذ ايه احمد جلال بقى؟ اتعامل معاه. انا ليا قصه مع ثابت البطل ده. ايه؟ في بدايه شغلي في الصحافه 2002 2003 فكنت بروح التمرين بتاع الاهلي كان 9 ونص الصبح. بتغطي الاهلي؟ كان 9 ونص الصبح. اوكي. كنت بروح بدري. فكان الكابتن ثابت كل يوم موجود. يدخل من بوابه الصاله المغطاه يلاقيني واقف راكن ظهري على صاله الامير عبد الله الفيصل في الاهلي. الشارع اللي ما بين حمام السباحه والصاله. ايوه عارفه. وراكن ظهري كده ومش عارف. كل يوم. خد باله، قلت له الواد مجنون ده ولا ايه؟ فنادالي قال خد يا ابني، انت كل يوم في نفس الميعاد ده الساعه 8 الا ربع 8 الا 10. في نفس الميعاد بالظبط. نفس الميعاد بالظبط. هو كان ميعاده. هو كان ميعاده. قال خد تعالى. قلت له نعم يا كابتن. ثابت البطل بينادي لك اول مره طبعا. في حياتي. فطبعا راح بعمل له كده وبتاع وبرتعش. وهو كان ليه هيبه كده رهيب. يا ابني انت كل يوم واقف في نفس المكان ده. قلت له يا كابتن. قال لي ليه؟ قلت له يا كابتن والله مش شطاره مني يعني، بس هو سواق القطر هو السبب. قال لي سواق القطر؟ قطر ايه يا ابني؟ قلت له انا باجي يا كابتن من الحته الفلانيه بنزل محطه مصر. فسواق القطر ملتزم يعني بيوصلني محطه مصر الساعه كذا، باخد اتوبيس 19 او 3 تمانيات بينزلني قدام دار الاوبرا، فباجي هنا في نفس الميعاد ده. فضحك. ليه بقى؟ قال لي يعني مش شطارتك انت، شطاره سواق القطر. فبدا ينتبه ان في ولد صغير لسه بادئ المهنه ملتزم وحريص وموجود كل يوم كل يوم. فبدا ياخدني معاه ودخلني الاوضه بتاعته ويديني اخبار. شوف حب فيك حته ان انت يعني عندك الشغف في الشغلانه وحرصك الكبير على ان انت تأدي شغلك. ادي ثابت البطل. مواقف تانية كتير جدا بقى حصلت مع كابتن ثابت وغيره 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 تخليك لما تعامل ناس تانية في اجيال مختلفه. عشان كده في بعض الشباب بيسمعنا واحنا بنقول ايه ايام زمان حلوه. يقول لك ايه يا عم انتوا كنتوا بتوجعوا دماغنا كل شويه ايام زمان ايام زمان. انتوا فاكرين محسين ان انتوا عندكم 80 سنه. مش فكره كده. فكره فعلا الاشخاص اتغيرت. الشخصيه بتاعت زمان اتغيرت. صح. وانا كان ليا نصيب وحظ ان انا اتعاملت مع بعض الناس دول. يعني انا عملت حوارين 2 مع الفريق مرتجي. حاجه جامده طبعا. فريق عبد المحسن كمان مرتجي. وليا قصص معاه في الحوارين كان في قصص. عبد صالح الوحش استاذ احمد اتعامل معاه برضو عن قرب. طبعا. فما تقوليش يعني ناس غريبه يعني قامات حقيقيه. محمود الجوهري انا عملت مذكراته. كانت محمود الجوهري. طبعا. عملت معاه اكتر من 8 حوارات منهم حوارات مذكرات كامله. فلما تيجي تتعامل مع بعض الناس دلوقتي للاسف الشديد لا في نجوم كوره شايفين نفسهم بشكل زائد عن الحد. اوفر بشكل غريب جدا. عند البعض طبعا يعني مش كل. عند البعض وعند المعظم. كمان. خلينا نتكلم بامانه يعني. عند المعظم. لكن ده سبب برضو اللي انت قلته من شويه. ايه بقى؟ السوشيال ميديا الاعلام الجديد. اعلام جديد. ده الاعلام جديد خلى تضخم الذات زايد. وخلى برضه خلي بالك يا امين اي مهنه يكتر عددها تقل قيمتها. صح. وده قاعده كده. زمان استاذ احمد جلال طلع الكارنيه بتاعه هيلاقي عضوته في النقابه. دلوقتي العدد في الليمون الضعف. تمام اضعاف. فانا شايف انه خلي بالك برضو انا بعتب على يعني متغاظ انا من حته الاعلام الجديد شويه. الناس بتستخدمه غلط. لكن برضو بشفق على ابناء المهنه بقى الحقيقيين. ليه بقى؟ لان زي ما استاذ احمد بيقول كده في ناس ما اتعلمتش صح. وهم مظلومين يعني. كان هم نفسهم يتعلموا ويعملوا حاجات حلوه وما اتعلموش صح للاسف. لان كمان خلي بالك في السوشيال ميديا تلاقي ناس كتير جدا بقوا صحفيين سوشيال ميديا. يعني مثلا تلاقي حد كاتب خبر هو مش صحفي ولا حاجه، كاتب خبر يقول لك انفراد كذا 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 كذا. طب انت يا ابني ده كتير قوي يعني. ده كتير جدا. الموضوع بقى اوفر. طب خليني اسالك يا استاذ احمد موضوع الاعلام نفسه
لان دلوقتي بقى في مدرستين، في مدرسة اللي بتميل للمهنية في تقديم البرامج، ومدرسة اخرى بتميل لفكرة قصف الجبهات والفيوز والكلام من ده. آم، انهي فيهم اللي هيستمر اكتر؟ انهي فيهم اللي هيفضل بيحافظ على نفسه بيفضل مكمل وكلام من ده؟ والنهارده لغايه دلوقتي رغم من كل المتغيرات اللي احنا شايفينها، اه. لكن لما تذكر اسم مثلا استاذ محمد سيف، اوكي. تمام، هو ده جيل قبلنا، ده صحفي كبير طبعا فالراجل لغايه دلوقتي عنده شغف البحث عن المعلومه. لغايه خلي دلوقتي. بالك، اه. لا مدرسه شغف مدرسه البحث عن كبيره المعلومه طبعا. امم. وتحليلها، امم. شغف ان هو يديك الاحصائيه يعني السليمه. يعني لغايه دلوقتي الراجل ده بنتعلم منه ازاي تعمل احصائيه، امم. وهو بيتابع متابعه دقيقه جدا. طبعا. فده اللي بيبقى في النهايه لما تلاقي مثلا انا عايز فلان يكون موجود، فتلاقي المرجعيه بتاعتك فلان، خلاص الانطباع اتاخد ان محمود شوقي ده راجل موثق وراجل عارف بيشتغل ازاي، راجل مهني، فلازم استعين بيه، او لازم ان انا يعني استضيفه، او ان انا اجري معه حوار، او اطلب منه معلومه. ماشي. تمام. ماشي. فده مهم. في ناس يعني مش قاعد بقى كده تفتق ذهنه وقام وراح ايه عامل كده. للاسف المدرسه بتاعت ان الناس اللي هو ايه، فكره ان انا انظر، ايوه. يعني فكره التنظير نفسها هي ليست سبه. يعني فاهم كلمه فاهم تنظير ليست سبه، فاهم. لكن انا عشان اوصل لمرحله التنظير دي اه. لازم اكون وصلت لمكان معلومات واحتكاك مع المصادر وتعامل على ارض الواقع في كل ميادين الشغلانه اللي هي الرياضه. يعني كفيلد او كمجال من مجالات الصحافه، لازم اكون عملت المرحله دي عشان ادي فكره ان انا اعمل تنظير او انظر. مفهوم. تمام. انما تلاقي في للاسف كان في مدرسه، بعض الاصدارات اللي ظهرت كده في اواخر التسعينات بقت بتتعامل بمنطق ايه، انت قاعد على المكتب وتعمل فيها بقى فؤاد المهندس وظل يفكر ويفكر ثم اتكأ على مقعده واخذ يفكر ويفكر وقعد يكتب. تكتب يا عم، مش تكتب ايه. انا هقول وجهة نظري في ان الاهلي مثلا بياخد رعايه اكتر من بقيه الانديه، واقعد اكتب. طب انت تعرف الموضوع ايه؟ لا بس ما بقيه الانديه عندها شعبيه، اشمعنى الاهلي؟ واقعد اكتب. طب يا جماعه يعني لازم يكون حد عنده احتكاك وعارف الدنيا ماشيه ازاي، والراعي ده بيروح لده هل هو بيستقطبه بالتنويم المغناطيسي، ولا هو عنده يعني ما يعني يؤهله ان هو اروح له علشان الراعي ده عايز يكسب برضه، مش جاي لك فاهم طبعا يعني طبعا. يعني يجاملك. فاهمني؟ وبتكلم مصادر مثلا عشان تجيب انا معلومه. فتحت صح. الموضوع يعني ايه، لان ده من ضمن الحاجات اللي الناس بتتناقش فيها. تمام. فانا عشان ابقى مؤهل للنقاش او للتنظير لازم يكون عندي خلفيه الكافيه، او عندي محصله من المعلومات، حلو. وكم من المعلومات يؤهلني ان انا اقدر اتناقش. بس التنظير غير كمان قصف الجبهات اللي بيحصل دلوقتي. هتلاقي مثلا واحد متبني توجه معين اهلي او زمالك، فيطلع يمسك في الناحيه التانية يقعد يقطع بعيد عن قنوات الفئويه. خلي بالك انا بتكلم تمام. حتى في الاعلام العام ده بقى موجود. ده موجود. وكمان يعني للاسف الشديد بقى في بعض الناس اللي كانت موجوده على التراك معانا. انا بقولش ان احنا عشان احنا قدام، بالعكس احنا بنتفاعل وبنقدر نتعامل مع الموضوع علشان نقدر نتلافى سلبياته. لكن في ناس ندهتها نداها بقى، فقال لك يلا بينا عيش، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. شفت انا عملت ايه يا عم الحاج؟ ده انت بتشتم يا ابني. لا بس في ترافيك. ايوه للاسف. يا عم ترافيك، انت واقف شرجي ترافيك، ما ينفعش. فدي المشكله. دي المشكله. فلما تلاقي بقى حد من الكبار يعني ندهته النداها، فما اقدرش الوم على عيل صغير او واحد لسه طالع. دي نقطه ثانيه بس دي. فهي دي المشكله. صح. الكبار نفسهم بيعملوا كده في بعض، لا طبعا مش كل الكبار، بس انا في فاهم ناس طبعا اكيد يعني ايه دخلت في التراك في ده السكه دي، لقيتها بتجيب فقال لك بس ايه يلا بينا. حلو، يلا بينا النهارده. يلا بينا. لازم. انت ايه رايك يا محمود في حته التصنيف، صحفي اهلاوي وصحفي زملكاوي؟ هل ده كان موجود زمان ولا لا؟ كان موجود. كابتن عصام عبد المنعم كان حارس الاهلي طبعا، كان بيكتب في الاهرام. كابتن حسن المستكاوي والده كابتن نجيب المستكاوي كان معروف ان هو منتمي للاهلي عادي. بس الفكره ازاي انت تتناول الموضوع اعلاميا. اوكي. للاسف الشديد الناس بتستهون بالشاشه. ايوه، تستهون بالشاشه، سواء الشاشه دي صغرت او كبرت. اوكي. يعني شاشه التلفزيون او شاشه موبايل، هي في النهايه شاشه، انت بتقدم اعلام. في ناس بتستهون بالموضوع، فيدخل البيوت او يكلم الشباب
بطريقه القهوه وطريقه التعصب وبتاع، مش عارف ان هو ممكن ياثر فعلا. عشان كده دي منطقه شائكه بالنسبه لي. لو انت تلاحظ دايما ان انا حريص على الحد دي، ما اقولش لفظ، ما اخدش توجه معين. تمام، اقول المعلومات. دايما انا حاسس فكره المعلومه. صح. لانه يا جماعه بصراحه دي احسن حاجه والله العظيم. الحس المعلومه خلاص. انت صحفي، اعمل معلومتك وخلص صح. شغلك وروح اتعشى ونام وخلاص. وتاني يوم تدور على المعلومه وتعمل، وهكذا. المعلومه والراي شغلك. راي، ما هو الرأي مبني على معلومه. معلومه. ايوه لكن للاسف زي ما الاستاذ احمد بيقول لا، راي في قضيه اقصد او حاجه يعني. ما هو برضه بيبقى مبني على معلومات بالظبط. لكن في ناس للاسف الشديد بتطلع تتكلم في انفرادات واراء وتنظير دون معلومه واحده. يعني لك ان تعلم في بعض الناس بيطلعوا على الشاشات يتكلموا وكانهم علمون بمواطن الامور بدون تليفون واحد. يا نهار اسود. ايوه صح، عارف. بدون تليفون واحد. طب اعمل تليفون ويعرف يمكن المصدر يقول لك حاجه مخالفه اصلا. ما يعملش بالك يعني ما يعملش، والناس بتستسهل الموضوع. المهنه بتعاني. طبعا. انا موضوع الفيديوهات على اليوتيوب، انتوا اتنين من الناس الشاطره قوي في الموضوع ده ودايما بتعملوا فيديوهات يوميه على اليوتيوب وكلام من ده. هل ده خلى المنافسه بقت اصعب ولا بتقيم ازاي الفكره نفسها؟ منافسه بين مين ومين؟ ما بين الصحفيين بقى الشاطرين، ما بتكلم بقى في المستوى الناس اللي هي بتحب تجيب معلومه وتطلع تقول معلومه من خلال فيديوهات على اليوتيوب للناس وكلام من ده. بمنتهى الامانه مش عاوزين نخبط في حد في رمضان يعني. لا مش بنخبط في حد. لكن اللي بيقدم معلومه في مجال اليوتيوب هتلاقي مشاهداته قليله جدا. ايه ده، انت بتجيب من الاخر. اللي انت بيقدم معلومه اللي بيقدم معلومه مشاهداته قليله. امال مين مشاهداته كتير؟ اللي بيلعب على وتر الجمهور. لو لعبت على وتر الجمهور هتعمل شعبيه كبيره جدا جدا. بمعنى ايه وتر الجمهور؟ يعني بتشوف الجمهور عايز يسمع ايه وتقوله له. في جمهور بيبقى عاوز امير هشام ينضم للاهلي. فاطلع قول له امير هشام يقترب من الاهلي ووقع وقبض وفاضل يروح بس التتش يتصور. واصلا امير اصلا قاعد في اوروبا مش جاي مثلا. واخد بالك؟ فالفيديوهات دي هتعمل ملايين المشاهدات. وللاسف الناس بتنسى ان اللي قال الكلام ده ما كانش خبر حقيقي. الانفراد في مصر لا دين له ولا صاحب. خدها قاعده كده. اي حاجه في اي حاجه انفراد. انت شوف انت في بلس 90 عملت كلام انفراد عادي. الناس بتنسى يعني. الا بقى لو عملت حاجه ضخمه يعني فعملت رجه في المجتمع يعني. بص انا شايف طول الوقت دي انا بقولها اهوت لنفسي، انا صحفي رياضه. تمام. احنا ما بنقدمش اختراعات. تمام. ولا حاجه تفيد المجتمع قوي يعني. تمام. ولا بنعمل ادويه تعالج السرطان. ماشي. صح. او دعامات للقلب زي مجدي يعقوب ما عمل. تمام. صح. احنا مش جامدين قوي يعني. احنا في اطار متعه يعني. احنا جزء ترس صغير من ترس كبير اسمه المتعه. ففي ناس تحسسك ان هو بيخترعوا الذره واحنا ان هم مفيدين للمجتمع بشكل عام. احنا مش كده. صح. احنا في اطار المتعه. ممكن تستغنى عنها على فكره. لكن مش تستغنى عن الدكتور. مش تستغنى عن قصدي الدواء نفسه اللي في الصيدليه. فده لو احنا اقتنعنا بكده ان احنا في اطار المتعه هتلاقي الكيرف بتاعنا بيقل وبنهدى عن الواقع يعني. صح. ده رايي. طيب استاذ احمد، انت بتشوف ازاي فكره القنوات اللي على اليوتيوب وكترها كمان بقى كتير جدا جدا، بتقيم الموضوع ده ازاي؟ يعني هو عدد الصحفيين اللي بيشتغلوا يوتيوب ممكن احصرهم لك في رقم الناس مش هتصدقوا يعني. كام؟ ما كملش 20 واحد. ازاي؟ احسبهم كده. كصحفيين. انما في ناس بتعمل، ما بقولش ان ده بقى انتحال صفه وبتاع وانا باخد الموضوع احنا اللي معانا توكيله، لا. بس بقول لك كصحفيين هم 20 واحد مش يعني مش اكتر من كده اللي عندهم انتظام. تمام. ابرزهم طبعا محمد راقي عشان لازم نجيب سيرته. مين؟ محمد راقي. حبيبنا راقي. ممكن تفتح الحنفيه تلاقيه، تفتح اليوتيوب تلاقيه، تطلع تفتح يوم السبت تلاقيه. راقي انا لازم اديك حقك. لا راقي شاطر برضه. شاطرين فيعني طبعا الفكره كلها ان انت هم 20 واحد اللي بيشتغلوا بشكل. ايوه استاذ احمد اقصد ان في ناس تانية في ناس بقى ما عندهاش معلومه. يعني انا مش بقولش ان انا ايه لازم اكون صحفي ونقابل، لا. في ناس عندها معلومه. فاهم. لا ده في ناس عامله قنوات وصفحات مثلا يتكلم على اتحاد الكوره وما يعرفش اصلا اتحاد الكوره في الجزيره جنب النادي الاهلي.
يا نهار اسود. والله ما اعرف مكان. نهار اسود والله يعني دي مشكله. انا بدون ذكر اسماء، قول. في واحد من الصحفيين مش موجود في مصر يعني. فاصبح اسطوره من الاساطير اللي جماهير نادي معين بتحبها لدرجه العشق، وبتتعامل مع الموضوع على انه هو فلان البوصله بتاعت اوكي النادي. اه فجه في مره، عرفت. هو انا يعني هو كان في جيل بعديه، فانا كنت الحقيقه كنت بعلمه، كنت والله كنت بعلمه كويس. لما خرج بره يعني انحرف. انحرف عن المسار. يعني انا كنت حارمه ومنعه من ان هو يغطي اخبار النادي ده، لا والله ليه؟ لان هو هيتحول لمشجع، فهيبقى مندوب النادي في الجورنال، مش هيبقى مندوب الجورنال في النادي. وهو بالفعل ده اللي حصل. لما سافر بره بقى اصبح حر نفسه. فمع الوقت اصبح بيكتب عن حاجات وتويتر وما اعرفش ايه، فاستقطب مجموعه، فالناس راحت معاه، فبدات الدنيا ايه تعيش معاه وتزهزه وبقى حاجه عبقريه. لما جه مصر نزل، فقلت له تعالى نقعد وما اعرفش ايه وبتاع، فما قعد لقيته ما اعرفش حاجه عن النادي خبر ابيض اصلا خالص اطلاقا. كل معلوماته بياخدها من حد بيبعت له كلمتين ما انت اعرفش عارف ايه الضحيه بتاع. الاكبر في الموضوع ده مين؟ الجمهور. فدي يعني مشكله. الجمهور نفسه بيدخل ما يعرفش معلومه اصلا. يعني بياخد المعلومه من سين دوت اللي هو ايه عامل فيها صاحبه، اللي هو بيجي له ما اعرفش ايه، بيروح، فكل الدنيا ماشيه من اتجاه منظور هذا الشخص. طب يا ابني ده في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. فهو عارف ان انا ببقى فاهم. بس فلان قال لي، قلت له فلان ايه؟ انت هتعمل لي فيها احمد عز؟ عماد مأكد لي. ما هو مش اسموش عماد يعني. بس عماد مأكد لي. عماد مأكد لك ايه يا ابني؟ انت بتقول غلط. انت ما تعرفش ان في كذا، يعني ما دخلش النادي اصلا. صحيح. يعني لو دخل النادي ما يعرفش مثلا ملعب فين، ملعب الكوره اللي هو مثلا واخد تلت النادي الزمالك، تلت المساحه، ما يعرفش فين. يا نهار ابيض. فدي مشكله كبيره بصراحه. او هو ده بقى اللي هو حامل حمى، والراجل اللي معاه السكوك الدفاع عن النادي، واللي هو فاهم النادي اي كلام فارغ. فاهم للاسف. يعني في هو انا شايفه يعني ضحيه اكتر منه، يعني هو مغرر بيه اكتر منه ان هو مفسد يعني. فاهم. دي مشكله طبعا. قس على ذلك اكتر من حاجه. انا بس بحكي لك واقع حقيقيه فاهم. في بنعيشها في الكوميديا السوداء اللي احنا بنتعامل معاها في الوسط. فللاسف الشديد هتلاقي بقى حد بيتكلم وحامل لواء مناصره نادي كذا، او ان هو عاجبه ان هو يبقى حامل حمل لنادي كذا وما يعرفش عنه اي حاجه اطلاقا. قس على ذلك بقى حاجات كتيره بقى من قالها استاذ محمود شوقي دلوقتي نفس الكلام. وما اقدرش الوم الناس، يعني خلاص بقى ده اللي بيصدر المشهد، ده اللي بيتكلم، وده اللي وتلاقي البعض للاسف بعض الانديه تستقطبهم بقى. هو ده مهم جدا بالنسبه لنا، لازم نصدر له المشهد. ومجرد ما نقول له حاجه، طبعا كل مسؤول شايف ان هو احسن حد في الدنيا، فيديك المعلومات ثلاث ارباع مثلا عشان يجمل لك وجه الحقيقه الغائبه في خلفيه الفناء. فهو يروح قايل لك كلام، فالناس تطلع تتكلم تقول لك ما اعرفش ايه وبتاع. زي ما تيجي مثلا فكره ادعاء المظلوميه، فالناس خلاص بقى توب لذيذ حلو بيرتديه كل من يفشل في تحقيق نظريه المؤامره اي انجاز. ادعاء المظلوميه ان انا دايما يعني مستهدف، متربص بيا، الناس عايزه تفشلني. خلاص هفضل لابس التوب ده في كل وقت وفي كل اذان علشان اظهر بهذا الشكل. توب سهل بس بالظبط. هي دي للاسف الشديد حاجات تخلي لك الصوره الذهنيه عند الناس مشتته مشوشه، وقد تكون في بعض الاحيان كاذبه. طب عايز اسالك سؤال بالمناسبه، اصعب مصدر تتعامل معاه ايه؟ يعني انت بتغطي مصادر كتير جدا، او بتغطي انديه كتير او كلام من ده، ايه اصعب نادي انت بتتعامل او بتتعب قوي في انك تجيب معلومه صحيحه منه؟ الاول كان اصعب حاجه كان النادي الاهلي. اصعب حاجه كان ليه؟ اللي يعني طبعا الدنيا كانت يعني فيها تراك معين، ما يعني الناس ما ماشيه في اطار معين وعارفه بتعمل ايه، فصعب تلاقي معلومه غير المعلومه اللي هي عايزه تصدر لك. ففكره ان يكون في مشكله في ازمه، مش فكره ان انت بتحاول تختلق ازمه، في فرق بين يكون في انت عارف معلومات فاهم تؤدي الى المشهد اللي قدامك ام لا. يعني ففي الاول كان الاهلي. دلوقتي لا خالص، الموضوع بقى ما بقاش كده. الموضوع بقى
في يعني بعض الانفتاح في كل الاتجاهات، وبعدين انت دايما بتتعامل مع العالم الخارجي، فالعالم الخارجي ما عندوش اللي هو الانغلاق، فتلاقي الموضوع فيه حاجات كتيره جدا. لمجرد ان حد يعني يجس النبض في التفاوض في شيء، سواء مدرب او لعيب، بتلاقي ناس كتير عارفه. فبس يعني ايه، هل يكمل ما يكملش، فدي هي دي بقى القصه فاهم. التانية يعني. او حد مثلا جاب في خاطره ان هو يكلم حد في النادي الفلاني، فما يطلع الكلام بيقول لك لا بننفي ان احنا اصلا تفاوض. ما هو بس هو جه في خاطر حد، فلما جه خاطر حد فراح مكلم اللي جنبه، فاللي جنبه اتصال بصحفي، فتلاقي الكلام بينتشر. عشان كده تلاقي في اوقات كتيره جدا يا جماعه لا ما حصلش، لا ما هو مش بيبقى ما حصلش الموضوع، لا، او حد بيختلق، لا ممكن يكون حد جاي في خاطره او جاله في خاطره حاجه، فبيبتدي يفكر، فممكن يكلم حد، فتلاقي المعلومه بتوصل لك، او يعني خيط البدايه المعلومه بيوصل لك. لكن في النهايه يعني التعامل دلوقتي مع بين الميديا وبين المصادر، او بين اللاعبين او المدربين او مجالس الاداره، اصبح يعني دائما على المحك. كل واحد عارف. للاسف ده ممكن تلاقي حد يدي لك معلومه، ولو يعني مش مصدر ثقه، ممكن جدا تلاقي بيطلع فيها وهو قايلها لك، ما ده بتحصل كتير قوي، فاهمني؟ بتحصل كتير قوي يعني فتلاقي الناس تقول لك يا عم ده فلان كذاب. ساعات فلان ممكن فلان ده ما يقولش ده يعني حمل وديع وده ذئب مفترس، لا بيحصل حاجات من دي كتير، ويحصل العكس. تمام. يعني حد يقول لا الكلام ده انا جبته من مصدر موثوق. يعني حتى نادرا انا اشتغلت على الشغلانه دي، في ان انا اما اجي اكتب ما اقولش وكاله مصادر مطلعه ومصادر موثوق بها، لان ده في اغلب الاوقات بتبقى انت قاعد على الترابيزه واخد كوبايه الشاي وضارب تخميسه حلوه، وتبقى المصدر اللي هو انت فاهمني. فبتبعد عن القصه دي قدر المستطاع. طيب فاهم. احنا اتكلمنا جد كتير بقى، عايزين نخش في الحكايات والمواقف كل ده جد ماشي. فيعني هات امسك الطبق ده كده يا استاذ احمد بعد اذنك، وخد الشوكه دي مسابقه اكل يا استاذ محمود، امسك الطبق. لا بس يعني كله يا جماعه ماشي هناكل يعني كله يا جدعان، في ايه احنا مش اتفضل بس. اهي قول لي ايه رايك في البسبوسه؟ طب ندوق الاول. انا اللي عاملها، خلي بالك. انت اللي عاملها. قال لك انا اللي عاملها. شكلك في الاخر. طب قول له في الاخر يا ابني خليك صحفي بقى، خش قول له ايه مكونات البسبوسه على طول كده. ما انا مش هعرف اصلا ايه ولا حاجه. ما انت بتسال، هو لو جاوب غلط انا مش هعرف اقول له انت غلط. ممكن اقول لك مكونات الكنافه. تمام قول. طب قول مكونات الكنافه. كنافه بس. قال لك مكونات الكنافه ايه؟ بس كنافه ولا كنافه بس؟ ليه بقى؟ لانها فكره جميله ومتشاف. ايوه. طيب لا حلوه يا بنت، سابي لك يا امير والله. اي خدمه اي خدمه. بقول لك يا محمود، قول لي انت سافرت ماتش مصر وغانا؟ طبعا. احكي لي بقى الماتش بتاع 6-1. احكي لي ايه اللي حصل. انا سافرت ماتشات كتير جدا يعني. انا عارف، بس انا عارف ان ده في مواقف. بس والله يا امير السفريات دي خلتني برضو اعرف اكتب حاجات حلوه كتير يعني الحمد لله. وتؤكد لك والله بدون مبالغه يعني ان مصر دي اعظم بلد في الدنيا. صح عندك حق مهما حصل. والله فعلا. الواحد لما بيسافر افريقيا يا جماعه بيشوف حاجات حتى بره افريقيا والله ربنا، او في اي حته والله حتى بره افريقيا بيحمد ربنا ان هو يعني مصر بلد عظيمه فعلا والله العظيم بدون حتى لو كان في بعض الضغوط وبعض المضايقات في اي حته الكلام ده. بقول لك يا امير محمود بيهرب دلوقتي. من ايه؟ لا هقول بيهرب من 6-1. هقول والله. لا ما هو جاي دلوقتي هيجي اهو. ماتش غانا ده هسيبه يمهد براحته. انت كان الماتش كان فين الاول؟ كان في كوماسي. نزلت في فندق ايه؟ هو انت كنت هناك؟ ما ده انا قعدت بس في 2008. هو الافيه مش في كده. اوكي. الافيه مش في كده خالص. امال ايه؟ واحنا رايحين اسمع بقى كوماسي. فجت القعده بتاعتي جنب وائل جمعه وابو تريكه. فين؟ طياره. اوكي. فانا علاقتي بابو تريكه ووائل جمعه قديمه شويه. فانا واخد راحتي بقى وبقول لهم بصوا يا جماعه نروح نتغلب 2-0 ونيجي نكسب 3 نروح كاس عالم مستريح. ماشي. او نتغلب 2-1 ونيجي نعوض. فابو تريكه يا عم نتغلب ايه يا عم انت؟ ابو تريكه رد عليك قال لك يا عم نتغلب ايه بس بتاع. قلت له ايه المشكله ما تغلب 2-1 وترجع تعوض في بلدك؟ ايه فين المشكله؟ لا مش هنتغلب ولا حاجه.
وطريقته كده يعني. فروحنا الماتش. ده ماتش 6-1 يا جماعه. البلانت بتاع ابو تريكه لو عدته هتلاقيه في واحد اسمراني كده ومعاه موبايل وبيصور البلانت ورا الشبكه. ده انت؟ ده انا. اوكي. كانت النتيجه 2-1 كده، واخد بالك؟ لا 3-1. لا كان 2-1. 2-1. 2 ملعب كوماسي او 1-1 كمان ساعة. لا كان لا، لا، لا. كان 2-0 للغانا، وبعد كده احنا ملعب كوماسي فيه لوحه واحده استاد بابا يارا، مش لوحتين. اللوحه الكبيره دي لوحه واحده ورا الجون، ورا الجون واحد. لوحه واحده زي استاد مولين كده. المهم ايه، الجون الاول، الثاني، الثالث، الرابع. لا استنى، التالت شريف قال اي وراح خارج. لا سيبك بقى من الاحداث الكرويه، انا بتكلم عن نفسي دلوقتي. انا مش دعوه بالماتش دلوقتي. ايه ده، مطر اجوان وانا ماسك نفسي يعني. يا راجل مسكت نفسك ماسك نفسي والله يعني، مع كتر اللي جوه ماسك نفسي، بس جيت في لحظه انفجرت. فكان جنبي عمرو فهمي بتاع BN. جميل عمرو فهمي. طبعا. هو اللي كان واقف جنبي ورا الجون، فساندين على لوحه الاعلانات دي. فعند لحظه ما انفجرت، فقعدت اقول للاسف يعني بعض الشتائم يعني. اوكي. احنا نتغلب 5. احنا نتغلب 5. راجل السادس. لا فعمرو واقف جنبي يقول لي 5 مين يا عم؟ يا 5 ايه يا عم انت؟ ما تبص على اللوحه، هي لوحه واحده. فاللوحه ما كانتش في وشي، كانت في ظهرك. فلفيت لقيتها 6. فايه ما سكتش، احنا نتغلب 6. احنا نتغلب 6. طب وبعد الماتش ابو تريكه عملت بقى، قلت له ايه؟ رجعنا في الطياره بقى. ايوه. كانت قعدتي جنب ابو تريكه هو الجمهور برضه. فالطياره ترمي الابره ترن طبعا من الحزن. مفيش حاله حزن، ده مصر كلها ترمي فيها الابره. لا عزاء كانت عزاء. فانا ابص لوائل الجمعه كده وارجع تاني، ابص هما جنبي الممر اللي ما فيش حد بيتكلم مع حد. مين بقى اللي كسر حاجز الصمت ده؟ وائل الجمعه. عمل ايه بقى؟ فقال ابو تريكه ايه؟ ما قال لك نتغلب 2-1. طب وماله يا سيدي، ما كنت توافق على 2-1؟ قعدت متعصب قوي. والله يا امير الجمله دي الطياره خلاص طبعا فكت، كله فك بقى يتكلم على الماتش بقى واللي حصل في الماتش وايه يا جماعه اللي حصل فينا كده يعني. بسبب الواقعه دي. لا ده انا عاوز اقول لك ان ماتش العوده الناس كان عندها امل. لان احنا على فكره جبنا جون و2. ده كان اخر ماتش لعمرو زكي، ده ماتش دولي يعني. هو ما كانش معاكم في الذهاب، لعب ماتش العوده. وساعتها لعب حازم امام الصغير باك رايت، ودخل احمد فتحي في نص الملعب. فيعني كان في بركه امل وجبنا جونين. يعني كان ممكن تطلع الشوط الاولاني حوالي 3-0. صح. وان هم كمان يعني ايه ما كانوش مدين الماتش اهميه كبيره بقى هم تأهلوا. بس يعني جينا بقى الشوط الثاني يعني جابوا جون، فالدنيا بقت كله بقى يعني هم هادين واحنا هادين. الماتش خلص 2-1. الماتش بتاع 6-1. وماتش مصر والجزائر في مدرمان رحتوا برضو؟ رحت ليه واقع برضو دي. ده انت متخصص. انت ما تسافرش تاني مع منتخب، والله يبارك لك. اسمع دي بقى. المهم طبعا الاحداث كانت مولعه طبعا. قال لك محمد فؤاد بيتكلم وان البعثه بتنضرب وبتاع، وكان في طبعا مشاحنات. كان في لكن كان في مبالغات برضو. ماشي تمام. بس اللي انا اقوله ده مش هينفع اقوله اسمه صراحه. ماشي. في حد داخل مداخله مع استاذ ابراهيم حجازي، حد حبيبنا جدا يعني، فبيتكلم على الضرب اللي احنا بنضربه واحنا بناكل بيض مقلي. لا يا راجل. والله العظيم الدنيا كانت عاديه. كانت المعمعه خلصت. انا استنتجت هو مين بس خلاص. كانت المعمعه خلصت. طب بقى محمد فؤاد انا استنتجته تمام. ما كنا خلصنا بقى ورجعنا الفندق يعني. تاني يوم بقى واحنا مروحين رايحين على المطار، فالسلطات هناك فصلت ما بيننا وما بين جمهور الجزائر. جمهور مصر هيروح في التوقيت الفلاني وجمهور الجزائر هيروح في التوقيت الفلاني. انا كنت مع البعثه الرسميه لاتحاد الاذاعه والتلفزيون. فجت عربيه خدتنا من الفندق ودانا المطار. العربيه كان فيها مين بقى؟ مين؟ استاذ هشام رشاد، ميمي الشربيني، محمود بكر الله يرحمه، مش عارف كابتن حماد امان كان موجود ولا لا، اعتقد كان موجود. فطاحل في العربيه دي طبعا. وانا اصغر واحد في العربيه. فالمهم ايه،
رايحين المطار، فجمهور الجزائر موجود على كورنيش السودان ومعاه الاعلام من الجزائر بيحتفلوا، شافونا فعرفونا، عرفوا بعض النجوم اللي موجودين. قلبوا الدنيا طبعا. فهم كلهم ناس هاديه. فانا بفتح الشباك وطلع بقى ارد عليهم بقى، يا نهار ابيض، واخد بالك؟ فبدا يحصل سجال. مين اللي بيشدني بقى؟ كابتن محمود بكر. يا ابني اقعد، يا ابني يا عم احنا موافقين نتشتم يا اخي. قال لك كده. يا ابني اقعد. يشدوني عشان انا طلعت بره ممكن يتحدف عليك. ايوه يا ابني اقعد، يا ابني بدأوا يعصبوا عليا. يا ابني اقعد، يا ابني ما ينفعش كده، خلاص ما يشتموه بقى وخلاص وبتاع. يا نهار ابيض. عدت مواقف تبقى صعبه. انت اكيد عندك مواقف كتير برضه يا استاذ احمد. ما هو يعني انت قبل ما نسجل قلت لي في موقفين 3 لا بس ده في المطبخ العمل نفسه، يعني كان في حاجات. احكي لي يعني مثلا انا كان بيعدي عليا ديسك الحوادث، ماشي، ابص على الشغل قبل ما يطلع على الايه، على الجامع. فكان صحفي كاتب حادثه، فيعني ايه، عامل بقى سيناريو ومدرسه وصفيه وبتاع. فايه انا عمال اقرا شغال، ففجاه قال لك ايه، يعني ايه عايز يقول ايه، ان في تتبع وواحد بمطارده وبتاع. فقال لك ايه، ان اللي بيهرب ده، قال لك ايه، فوجد محلا. فعايز يقول ان هو دخل، يعني قال لك فوجد محلا فخش فيه. انا قريت كلمه خش فيه دي وقعت. قلت له فوجد محلا فخش فيه، يا خبر اسود، جبتها منين خشه دي؟ يا نهار ابيض. قال لي ما انا اسمها ايه؟ قلت له يا ابني فوجد محلا دخل محل، اقتحم المحل، اي حاجه. ايه خشه فيه، جبتها منين؟ يعني لفظ مش مهم يعني. يا نهار ابيض. قال لي طب خلاص انا. فده موقف يعني لا ينسى. مره كانت واحده زميلتنا لسه يعني ايه داخله جديد المجال، فعايزه تكتب الموضوع، فراحت ماسكه الورقه الدشت، وراحت بصت للجورنال كده محمود، وراحت ماسكه مسطره، وراحت مسطره. انت بتعملي ايه؟ قالت لي بقى بعمل 8 عمود زي ما موجود في الجورنال عشان اكتب فيه. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض. ففي حاجات يعني طبعا ما تتنسيش يعني. طبعا. برضه في الحوادث يعني من الحاجات اللي ما انساهاش، قال لك يعني كان عندهم يعني ايه بعض الكلمات والعبارات، قال لك ايه، بتفتيش المتهم عثر معه على كذا يعني. قال لك هو بتفتيش المتهم عثر بحوزته على امراه. قلت له كان حتى فاني جيب ازاي صحيح يعني بتفتيش عثر بحوزته على امراه ازاي يا يعني؟ خبر ابيض. انا جيب اللي كان حاطه فين؟ انت بتاخد الكلمه سلوجان وتروح حاططها. أيوة. فمش هم احنا بنكتب كده في قلت له بتفتيشه يعني، كلمه بتفتيشه عثر بحوزته على امراه يعني حتى فاني جيب. المواقف بتبقى برضه في حاجات، لا انت مش مركز هتلاقي حاجات طبعا مثلا طبعا. واحد قال لك ايه، اهالي منطقه كذا يسرقون اعمده الاناره ويدعونها في بيوتهم. فالجمله من الناحيه العاديه ماشيه، انما ازاي عمود اناره يخش بيت؟ يعني هو سرقه ماشي، يعني حطه في بيته ازاي صحيح؟ قال لي يعني، قلت له يعني ايه يعني بيت اللي ياخد عمود نور يا عم؟ انت بتهزر. ففي حاجات يعني لو انت مش مركز هتلاقي نفسك يعني تمشي الجمله ماشي، لو انت مش مركز تبقى مشكله، هتعدي حاجات كتير قوي. من ضمن الحاجات يعني مثلا انا كان حد جنبي صديقنا دلوقتي، هو دلوقتي راجل صحفي كبير في الامارات. فانا يعني بوزع الشغل، ده فلان يعمل كذا، اعمل الخبر ده. فده كان مسؤول عن الاخبار الرسميه. فانا جالي خبر رياضه وعايز حد يعمله بسرعه، فقلت له خد يا فلان اعمل لي الخبر ده. فالراجل من كتر ما هو مركز وبيشتغل، فمسك الخبر يا محمود، تيجي كتب الخبر وخدها يا استاذ احمد. هو بيدهوني، قال لي الله ده رياضه. قلت له انت بتكتب الخبر وعنوانته ما عرفتش ان هو رياضه. يا نهار ابيض. الراجل ده لغايه دلوقتي كل ما تشوف طبعا الله ده رياضه. من كتر ما هو مركز يعني، بيكتب حلو جدا حلو جدا، وهو دلوقتي بيشتغل رياضه. ما كانش واخد باله خالص انه رياضه، لا من كتر ما هو مركز تركيزه. الله ده رياضه يعني، فاهم؟ في حاجات كده كتب صح طبعا. لا كاتبه صح جدا وعنوانه كويس كمان. فمن كتر الاندماج ممكن تلاقي نفسك بتعمل حاجات يعني غريبه يعني. طيب بالمناسبه كنا بنتكلم من شويه عن موقف محمود شوقي مع ابو تريكه وائل جمعه وبتاع، واحنا قبل الحلقه دي انت ترند بسبب قصه ابو تريكه والاعلان
واللي ظهر فيه بتاع استاد الاهلي والكلام من ده. اولا قول لي رايك في موضوع ظهور ابو تريكه. ثانيا قول لي ليه الكلام الكتير حوالين الظهور نفسه بتاع ابو تريكه في الاعلان؟ هو طبيعي ان ده راجل من اساطير الكره المصريه. طبعا. راجل عمل تاريخ كبير وحصل جدل شديد جدا عليه لفتره من الفترات، وهو مش موجود دلوقتي في البلد. فدايما هو اسمه بيتصدر المشهد كلما يعني تبادر الى الذهن ان هو ممكن يكون راجع مصر. ربنا يعني ينهي الازمه دي ويرجع مصر باذن الله رب العالمين. فيعني اما بتتناول الموضوع بتتناوله كمعلومات. تمام. وفي اطار ان انت بتحترم كل المؤسسات يعني. لما صدرت قرارات بشأن ابو تريكة، قرارات تحفظيه او قرارات من بعض الجهات، خلاص ما حدش اتكلم فيها خالص يعني. وعلى فكره ان هو يرجع لمصر قيلت عشرات المرات في ال8 سنين، هم اعتقد هم 8 سنين دلوقتي تقريبا. في النهايه انت دلوقتي بتتكلم في حاله اصبحت واضحه المعالم. راجل بيظهر كنمبر 1 في اعلان استاد الاهلي وبيختمه بصوته، فاكيد الموضوع خد مساحه من الجدل، فالناس عايز تعرف ايه الكواليس. انا يعني عرفت ان انا اعرف المعلومات بشكل محدد وموثق وصادق عشان اما اجي اتكلم ابقى عارف انا بقول ايه. فتناولت الموضوع بما تعلمناه يعني. اوكي. مش اكتر من كده. بناء على معلومات. طبعا بناء على المعلومات. وسردت هذه المعلومات دون ان يعني اقول ده يعني ده كذا او ده كذا، لان في النهايه في جهات تحقيق طبعا في اجهزه في الدوله عارفه بتعمل ايه. ثم بدات استمع الى بعض المكالمات لاساطين القانون، ومنهم اساتذه في القانون الجنائي، ومنهم مكالمه قعدت بالظبط 13 دقيقه بين الاستاذ عمرو اديب واستاذ كبير في جامعه القاهره، استاذ قانون جنائي. والراجل شرح الموضوع بشكل طبيعي ان انت تفهمه بالتحديد. ماشي. ففهمت ان الراجل ما عندوش اي ادانه قضائيه، ليس مدرجا على ذمه اي قضيه من اي نوع من اي نوع يعني. لا مدنيه ولا يعني مش ضرب واحد بعربيه وقعد ولا عليه شيكات بدون رصيد ولا ما فيش اي حاجه من دي. تمام. كل ما هنالك قرار احترازي وفقا لقانون مكافحه الارهاب. وهذا قرار احترازي. قرار احترازي وليس ادانه. ماشي. يعني حتى بتقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته، لا الراجل حتى مش متهم على ذمه قضيه. هذا قرار احترازي، وأكم من اسماء كانت موجوده ثم تم يعني رفعها من هذه القائمه. وابو تريكة حصل على حكم كمان، لكن النيابه طعنت ووفقا للدولاب القانوني او الدولاب القضائي في مصر. وده اللي دايما بقوله ودايما اتعلمته، القضاء المصري يكتسب نزاهته من تعدد درجاته. دي من الحاجات المهمه جدا اللي احنا بنوثقها. القضاء المصري يكتسب نزاهته من تعدد درجاته. قد يحصل يعني حكم اول درجه ليه حكم تاني درجه بيختلف، لان انت بتقدم مستندات او مختلفه، فبالتالي قد يختلف الحكم او يتم تأييد الحكم اذا كانت الامور ما فيهاش جديد. صح. طيب الراجل ده لغايه دلوقتي القائمه، والراجل استاذ القانون ده اصر يذكر الكلمه دي اكتر من 4-5 مرات، هذه قائمه احترازيه، هذا قرار احترازي وليس قرار ادانه. فلما الاقي ابو تريكة بيصور اعلان، فطبيعي ان يكون في موافقه او في قبول ان هو يكون موجود. تاكدت يقينا ان الموضوع ده تم بمعرفه كل الاجهزه المعنيه او الاجهزه الرقابيه المعنيه. سواء بقى ان مفيش اعلان النهارده، يعني الناس تقول لك ده اصل ده اعلان. ما كلمه اعلان يا جماعه هل مثلا يعني احنا بنشوف اعلانات لمشروبات يعني غير شرعيه؟ لا طبعا، ده ممنوع حتى في الصحف. يعني احنا ما ينفعش نعمل اعلان سجاير، يعني في التلفزيون ما ينفعش تعمل اعلان سجاير مثلا يعني. يبقى في ضوابط اهي اكيد. تمام. فما بالك بقى انت بتجيب حد وبتروح له تصور معاه، وبتيجي تكمل تصور مع بقيه نجوم. هو طبعا هم راحوا صوروا مع 2 والجمعه وابو تريكة تمام، وجم صوروا مع باقي النجوم اللي كانوا موجودين في مصر. اذا الموضوع واخد الشكل الرسمي القانوني الشرعي اكيد. فتاكدت ان كل ده حصل. فطلعت اتكلمت بما يعني علمته من معلومات فقط لا غير. فكره ان حد ليه وجهه نظر مغايره، انا ما دخلتش في وجهات نظر الاخرين. ولما اتكلمت من اطار اللي اتعلمته محمود اللي هو المعلومات. ايوه تمام.
قلت وقلت الراجل هو عايز يرجع مصر. على فكره هو قال الكلام ده اكتر من مره انه عايز يرجع مصر. طب واحد يقول لي طب هو ما رجعش مصر ليه يا جماعه؟ يعني فكره ان انا دلوقتي هو على قائمه ترقب الوصول. يعني اذا جه كلمه قائمه ترقب الوصول يعني خلاص لا هيبقى تحت التحفظ، وفي نفس الوقت ما ينفعش يرجع تاني. وهو ما عندوش يعني مصدر رزق في مصر دلوقتي. هو راجل بيشتغل هناك وكل حاجه. انا هنا مش ببرر او بقول انا فاهم بفهم الناس الموضوع انت بتوضح لكن الامر في النهايه هذه القائمه بين الحين والاخر، وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه بيتم رفع الاسماء، لان طالما الموضوع ما فيش اي حاجه عليها. على فكره في اسماء كبيره ورجال اعمال وبيساهموا في الاقتصاد الوطني وناس حصلت لها. ده احنا عملنا مراجعات فكريه يا جماعه للناس كانت في جامعات يعني ارهابيه وعنيفه، وكانت بل كانوا وايديها ملوثه بالدماء. هذا الراجل لم يثبت عليه اي شيء. وكل ما قيل للاسف الشديد، وده اللي بيضايق الواحد لما تلاقي حد عايز يفرض وجهه نظره فيضطر ان هو يظهر لك اكاذيب على انها حقيقه. يعني لما حد يقول ان الكابتن عمرو عبد المقصود، وانا عارفه بقى يعني انا شفت الكابتن عمرو عبد المقصود قبل ما يكون ظابط، شفته وهو بيلعب كوره رحمه الله عليه، كان لعيب كويس جدا طبعا راجل محترم. ويتقال ان ابو تريكه قعد مع الراجل اللي ضربه بالنار، وان هو كفاءه بطلعت عمره، ويجيبوا صور ويتضح ان دي جارته مش الشخص المقصود. يبقى انا بدلس، يبقى انا ما بشتغلش الشغلانه، يبقى انا راجل مزور، يبقى انا ما معيش سكوك الوطنيه، يبقى انا عايز انتصر لوجهه نظر لمقارب. يبقى انت مش مع البلد دي. ما ينفعش ابقى قاعد على كرسي وفي تكييف وعامل نفسي منظر اعظم واقول ان انا بس اللي معايا سكوك الوطنيه واي حد تاني لا. وانا لما اتكلمت بمنطق ان انا راجل اتربيت على ايد راجل رحمه الله عليه قعد 9 سنين في الجيش المصري في الفتره ما بين 66 ل 74 في الخدمه 9 سنين. انا طفل ما بشوفش ابويا، لان انا ابويا يعني تزوج، يعني انا مواليد 72 فهو عجبها من الفتره دي. في الفتره دي كان عجبها، كان بيرجع اجازات ويرجع. فتخيل بقى ان انت تشوفه في الاخر والراجل كان بيحكي لي حكايات. عارف يعني ايه تقعد لابس البياده في رجليك 14 يوم؟ خبر ابيض. فما حدش يعني يزايد على وطنيه ناس اتعلمت من اهلها يعني ايه وطنيه. اذا كنت بتتكلم عن وطنيه طبعا لا، ما ينفعش لا، ده انت تقوم تقف وتضرب تعظيم سلام وانت بتكلم واحد ابوه من ابطال حرب اكتوبر. اكيد. فهتعمل نفسك انت حامل سكوك الوطنيه؟ لا انت ولا غيرك. تمام. للاسف يعني الناس اللي هي للأسف. بتعمل ده. في ناس عملت تويتات ثم تراجعت ومسحتها. شوقي، انت ايه رايك في القصه دي كلها والجدل اللي حاصل في موضوع ابو تريكه وظروف الاعلان وكلام من ده، والفكره اصلا بما انك قريب قوي من النادي الاهلي، الفكره جت ازاي ان في كرو يروح لقطر يصور مع ابو تريكه وجمعه وكلام من ده؟ احكي لنا الكواليس دي ورايك في الموقف نفسه ايه. شوف الاعلان خد موافقات ما فيهاش عشان بس نقول للناس معلومات حقيقيه يعني. كانش فيه اعتراض اصلا. انا بس هحطك معلش، لازم اكد ان الكلام اللي انا قلته يؤكد ان الموضوع بيسير في اطار الدوله المصريه، ان الاجهزه كلها مستيقظه وصاحيه. اكيد طبعا. لان اللي عايز يفرض وجهه نظره ده وكانه بيحاول اظهار ان الدوله المصريه مش واخده بالها. للاسف الشديد، عشان لمجرد ان انا انتصر لوجهه نظر هي ليست يعني ابعد ما تكون عن الصحه. معلش يا محمود انا اسف، كان لازم اوضح الحته دي. والله يا امير انا شايف انه اي حد هيتكلم في صالح ابو تريكه فيتقال عليه اتهامات، واي حد ضد ابو تريكه برضه ناس هتهاجمه. فانا اختصرت الموضوع، قلت رايي طبعا واتشتمت على الراي ده برضه. ان انا منحاز لابو تريكه. يعني انا قلت ببساطه شديد اللي معاه حكم ادانه نهائي وبات على ابو تريكه طلعه. تمام، والا مش هتمشونا على مزاجكم. بصوت احمد ادم القرموطي، مش هتمشونا على مزاجكم. بس ده كلامك موجه للبعض من المتابعين، حد اللي هو مش عايزين اللي هو تخالفوا في الراي يعني. لكن ابا واننا اختلفنا في الراي، مش في دوله. صح طبعا. مظبوط. يعني انت معترض على ظهور ابو تريكه في اعلان، مفيش اي مشكله خالص، روح ارفع قضيه. اقرب محكمه، روح اعمل دعوه قضائيه ضد بس اعلان كذا في القنوات التلفزيونيه. بس شوف الدوله الحكم المحكمه هيبقى ايه. صح.
موضوع بسيط اهو. صح. يعني انا لو متغاظ من الموضوع ده هعمل كده، هروح ارفع قضيه. لكن انت في اول كلامك قلت ان الموافقات كلها متاخده. الامور ماشيه في اطار سليم لان مفيش ادانه. الفكره طبعا تحب ابو تريكه بقى وتكرهه، دي حاجه تانية. دي حاجه تانية بقى، كل يعني واحد في حر ناس في ناس واخده موقف من ابو تريكه، خلاص كل واحد حر. وانا هنا مش في معرض الحديث عن ابو تريكه الشخص اللي تصرفاته. بتتكلم على ابو تريكه اللاعب، احنا كل ده بنتكلم على ابو تريكه اللاعب أنا نجم كره القدم. هو عليه حاجه سياسيه. مين اللي يقول انا؟ لا طبعا. طب انا مين انا اصلا عشان اقول فاهم. انه فلان ده متورط او فلان ده بريء؟ هو انا وانا جهه ادانه او لا. او براءه؟ كلام يعني مش منطقي يعني. كواليس الاعلان نفسه طبقا لمعلوماتك وانت قريب من النادي انا عارف، ايه اللي حصل؟ الفكره جت مين؟ صاحب الفكره اصلا بتاعت ابو تريكه دي؟ محمد كامل نفسه. محمد كامل كان صاحب الفكره مع بعض الناس اللي حواليه. وكانوا بيتكلموا على عدد من النجوم. فجه في بالهم موضوع ابو تريكه، وليه لا ابو تريكه عليه حاجه. فاللي عرفته انه بدا سالوا بقى الاجهزه المعنيه، لا بعض الناس اللي يعني اوكي المحتكين يعني، وبعد كده خدوا الموافقات. لكن في الاول هو ابو تريكه عليه حاجه. لو تلاحظ في الاقصر في حتشبسوت في الحفل الكبير اللي احنا حضرناه احنا 3 تقريبا، كان ابو تريكه متصدر. انت ما جيتش؟ لا ما جيتش، كانش موجود. كان ابو تريكه متصدر صورته متصدره البرومو برضه. ومحدش كان خد باله، محدش كان واخد باله، كلنا ما خدناش بالنا. انا اول مره اسمع منك دلوقتي، بس عمال اجمع. ابو تريكه كان متصدر البرومو في حتشبسوت. لان الموافقه بتاعت الاعلان جت قبل الحفله اساسا اصلا. لا والله. والله الدنيا تمام. وبعد الحفله بقى الكرو سافر صور مفيش حاجه اصلا، مفيش اي عقبه من اي نوع يعني. برضو نرجع لمرجوعنا انه يا جماعه اللي متغاظ من الاعلان يروح يتشاور ويتساءل مع اصحاب القرار. لكن احنا هنا بنناقش كوره، بنناقش ابو تريكه لاعب الكوره النجم الكبير يعني. وانا لا اخفي حب لابو تريكه كنجم كبير وكان انسان محترم. انت ليك موقف مع ابو تريكه صح؟ مواقف. احكي لي. من اكثر الصحفيين اللي عملت حوارات مع ابو تريكه. احكي لي بقى. انا والاستاذ علاء عزت. طبعا علاء عزت ده برضه يا جماعه من الصحفيين الكبار جدا. عمل حوارات مهمه جدا مع ابو تريكه، اهم من اللي انا عملتها. عمل حوار 2015 اللي هو كان بيتكلم فيه اصلا القضيه بتاعته. لكن انا الحظ كان مساندني ان عمري ما طلبت ابو تريكه حوار ورفض والله. من اول ما ابو تريكه ليا مواقف كتير جدا. اول موقف ليا مع ابو تريكه ايه بقى؟ اول مره اشوفه في حياتي كان في ملعب جمهوريه شبين. جمهوريه شبين بتلعب الترسانه، والترسانه يكسب يصعد دوري ممتاز. فابو تريكه نزل لعبنا لوحده. بهدلنا يعني. خد بالك انت ولا لعبنا لوحده. هو جمهوريه شبين. فانا كنت موجود في الملعب. فنزلت له، كان الكابتن انور سلامه استدعاه لو تفتكر لما كان في الدرجه الثانيه وبتاع. فالاسم معروف بس محدش مركز معاه قوي يعني. فنزلت له بعد الماتش قلت له ده انت حكايه. يخرب بيت سنينك ايه ده كده. اول مره تشوف ابو تريكه بقى كده. وهو يضحك بخجل وكده وبتاع. فكرته بقى بعد سنين بقى يعني الموقف ده، قال صح ده حصل في الملعب كذا. ايوه. موضوع الشيك اللي خده من الكابتن الخطيب ده. انا اول صحفي كتبت عنه وقتها. الشيك اللي هو لما اول مره يمضي في الاهلي بقى، اول امضى في الاهلي. فالكابتن الخطيب اداله شيك، قال له اكتب اللي انت عايزه شخصي. لا كانت اداله شيك شخصي مكتوب فيه الرقم. بس مش من حساب الكابتن الخطيب، مش من حساب الاهلي. اوكي. كويس. كان الشيك بكام؟ اعتقد كان 200 وشويه. اوكي. اعتقد كان 200 وشويه. ماشي. انا الرقم عندي طبعا في كنت كاتبها ساعتها. الكابتن الخطيب اسبوع التاني التالت شهر الرصيد ما اتسحبش منه فلوس. فبيراجع البنك قالوا لا الشيك ده ما اتصرفش. فكلم ابو تريكه قال له يا ابني انت مش خدت مني شيك؟ قال له يا كابتن. قال له فين الشيك؟ قال له معايا يا كابتن. قال له معاك بيعمل ايه؟ قال له انا محتفظ بيه يا كابتن. محتفظ بيه عشان خط الخطيب. طبعا. قال له محتفظ بيه. قال له محتفظ بيه. طب الفلوس؟ قال له كابتن مش مشكله بقى. قال له مش مشكله يا ابني ما لازم تسحبه. لازم تسحب الفلوس. طب اقول لك على حاجه يا ابني، صوره وروح اسحب الفلوس. واحتفظ بالصوره. واسحب واسحب الاصل يعني اسحب الفلوس بالاصل. الواقع ده كانت بتاعه وقتها. انت دخلت بيت والدة ابو تريكه قبل كده؟ في ناهيه. ايه اللي حصل؟ رحت لابو تريكه، كنت بعمل ريبورتاج هناك بدري بقى من سنين طويله يعني.
وما كانش ابو تريكه موجود، كان اخواته الموجودين، وكان والده كان حبيبي جدا يعني. الله يرحمه. وعملت مع والده حوارين. فدخلت البيت عندهم، كان معايا مصوره او مصور، اعتقد كانت مصوره زميلتنا رانيا جمعه تقريبا. فدخلت البيت لقيت والده ابو تريكه بتعمل محشي. اوكي. وكانت اصلا مشهوره بيه، كان ابو تريكه دايما يتكلم في الموضوع ده. فدخلت انا اسف وبتاع، مش قالت لي اقعد يا ابني ومش عارف ايه، والله لا تاكل معانا. حلفت عليك لازم تقعد. الناس كانت طيبه جدا طبعًا جدا طبعًا جدا يعني. طبعا. في اليوم ده رحت اتكلمت مع زمايلي ابو تريكه القدام قوي بقى، اللي كانوا بيلعبوا معاه، اللي هم معاه دورات رمضانيه وفي مركز شباب ناهيه، من هم اطفال. فبقول له الواحد فيهم طب انت بقى ايه حكايتك مع ابو تريكه وبتاع؟ قال لي نينو ده كان لعيب جامد جدا وهو صغير. مين نينو؟ قلت له نينو مين يا عم؟ قال لي نينو ابو تريكه، ما احنا كنا صغيرين. كان لقبه نينو؟ حد شاف كتير الموضوع ده؟ لا انا اول مره اسمع منك القصه دي. وانا ساعتها اول مره برضو كنت مندهش جدا. فقال لي ما احنا اطفال صغيرين كنا بنقول له يا نينو. طب جايه منين نينو دي؟ ما اعرفش. واحد هو نفسه ما يعرفش. قال لي واحنا صغيرين كنا بنقول له يا نينو. ابو تريكه ااصلا نينو كان بيتقال له نينو وهو صغير، هو اطفال صغيرين. حتى ابو تريكه بعدها قلت له يا عم انا كنت عندكم في ناهيه. بيقولوا لك قال لي نينو انت عرفتها منين دي؟ يا نهار ابيض. قلت له فلان وفلان وقلت له الاسامي بتاعت زمايله اصحابه ولا اللي كانوا بيلعبوا معاه وكده؟ اللي كانوا بيلعبوا معاه يعني. فابو تريكه عشنا معاه لحظات وبتاع. فانت ما تصدرش عليا ان انا مثلا ممكن احب ابو تريكه كشخص، فاهم. لكن لو عليه اي هو حاجه الكلام كله في اطار نجم كره القدم ابو تريكه، مش الشخص ابو تريكه او توجهات ابو تريكه. احنا كلنا بنتكلم على موضوع لاعب ونجم كره القدم ابو تريكه. اي مشكله تانية الدوله اي هي حاجه اللي تانية بقى في دوله طبعا هي بالظبط. ده المقصد يعني. بس ابو تريكه ما شفناش منه حاجه وحشه. انا كمحمود ما شفتش منه حاجه وحشه طبعا. وهو واخواته يعني ناس كانوا محترمين جدا. ابو تريكه كان من الناس الرجاله وصادق جدا. ما يقول لك مثلا في ميعاد بيحترم. ابو تريكه كان اكتر واحد ممكن يغير تليفونه كل شويه. كان فظيع. هو بركات. بس انا طول الوقت كان معايا رقم تليفون ابو تريكه على طول وقت ما كان بيلعب في الاهلي يعني. بعد كده بقى تفرقت الايام. قابلته في كاس العالم في قطر في 2022 والله. كانت مقابله غريبه جدا. ليه؟ يعني كان فيها بعض المشاعر بحكم الصداقه فكان واقف ايمن جاده عارف المذيع الكبير وطارق دياب والراجل الجميل بتاع السعوديه. فحتى استغربوا من اللقاء يعني. بقالي سنين ما شفتش ابو تريكه يعني. ف هو ده ابو تريكه. فانت لازم اما تشوفه طبعا طبيعي انت تفتكر ايام حلوه قضيتها معاه. فلازم الناس تفصل ما بين ده وما بين ده يعني. اكيد. طيب يلا نلعب شويه. نلعب يا باشا مسابقه جاهزين نشوف مين ذهنه حاضر ومين في التاريخ جامد. اكيد احمد اكيد استاذ احمد في التاريخ جامد كمان وخلي بالك اسلام هو اللي محضر الاسئله. يبقى هو اللي كسب. يبقى هو اللي كسب كده. ده اسلام يوسف يا جماعه زميلنا. انت جاهز للماتش ده؟ يلا جاهزين. صاحب اول هدف هنعمل ايه يعني؟ اللي يعرف اللي هيقول الاول هو اللي هياخد النقطه. ماشي. صاحب اول هدف لمصر في كاس الامم الافريقيه 2008. ايه يا عم 2000 وايه؟ و8 اول هدف لمنتخب مصر في كاس حسني عبد الرب. برافو عليك 1-0. لا صح صح ليه؟ ايه؟ صح ليه؟ صح ليه؟ علشان ايه؟ طب بقول لك اضرب البسبوسه ده ولا الكل وسيبك من الاسئله خالص. ده ممكن الحاجات القديمه قوي اجيبها لك. طب ما هي دي قديمه برضو 2008. قديمه ماشي. طيب يعني مين تقول لي مثلا هداف مصر في 59 اقول لك مين؟ طيب اسلام يوسف. مين؟ كابتن جوهري ماشي مثلا وهكذا. لكن هتقول لي بقى في اسئله قديمه هنا يا اسلام. وده هجيب لك منين؟ ماشي. اسلام مواليد 92. طيب مين ضيع اول ضربة جزاء في مباراة مصر والكونغو اللي خرجنا فيها في كأس الأمم 2024 اللي فاتت يعني؟ اللي فاتت الأخيرة. أول بلن ضاعت؟ أول ضربة جزاء ضاعت في مباراة مصر والكونغو. مصر والكونغو احنا خرجنا ضربات جزاء. أول واحدة ضاعت مع فيتوريا. زيزو؟ لا زيزو سجل. أول واحدة ضاعت هو الآخر واحد كان مهند لاشين. أنا فاكر حاجة. احنا عايزين أول واحد ضيع ضربة الجزاء. أول واحد ضيع
انت مش قلت لي هتغششني يا جدع انت؟ طب كان لاعب سابق في الزمالك. ها مصطفى محمد. صح. سهلت لك 2-0. لا محمود. لا يا باشا براحته. ما بصحى بقى بجيب. طيب مين مدرب الزمالك اللي كسب الاهلي في الدوري بعد غياب 11 سنه من 2007؟ مدرب ايه الزمالك؟ مدرب الزمالك اللي كسب الاهلي في الدوري بعد غياب 11 سنه. من 2007 كان لغايه 2018 كان الزمالك ما كسبش الاهلي في الدوري. مين المدرب فريرا. اللي كسب؟ لا. خالد جلال. 2-1. ايه؟ خالد جلال. برافو عليك. صاحبه 2-1. صاحبه. خالد جلال احمد جلال. صاحبه 2-1. اخوات بقى ولا اخوات ولا ايه؟ برضه عارف اخوات صح. ده جايب طبعا ده شرف ليا انا كنت خارج. ده اسلام جايب له اسئله متفصله. اي ده مفيش ولا 3-0 الجاي الاستاذ احمد جلال. طيب نهائي دوري ابطال افريقيا 93 الزمالك وكوتوكو 7-6 ضربات جزاء. في 2 لعيبه نادر السيد ضيعوا ضربات جزاء للزمالك. خالد الغندور. اسماعيل يوسف ومين؟ خالد الغندور. صح. طب انا عارف ده منين؟ هتموتني واحد قاعد باصص لي بجد. انا شرف ليا بصراحه احمد جلال يكسبني يعني. بس مش والله ما اعرف. بس دي مش اسئله يعني. هو بص من حضرتك عشان انت تكسب مش رياكشناته اصلا. ده امير بيقول لي في فقره اسئله تمام، فانا قلت ده انا هبدع بقى، ده انا تاريخ اصلا. ايوه انا برضه متوقع كده. حاجات تاريخيه، بس ايه الحاجات اللي 4-0. طيب الموسم اللي شيكابالا خد فيه هداف الدوري العام موسم كام؟ 2011 2012. لا 14 15. لا ما خدش هداف الدوري اصلا. لا خد هداف الدوري 18. لا 2009 2010 يعني. وهو في المرحله دي. 15. لا انا قلت 2010 2011. طب 2011 2012. لا انت قلت 2011 2012 قبل كده يعني. يبقى 2010 2011. 2010 2011 هو المرحله دي. طب انا هعرف شيكابالا خد هداف الدوري امتى؟ ده الموسم الاحسن موسم عمله. طبعا عمل موسم تاريخي شيكابالا. فاهم عمل خلص عليه ده كان في قمه طردوا ساعتها الماتش الاتحاد. طب في سؤال عن الخطيب. اقول لك ايه بس لسه في اسئله تلحق تعوض دلوقتي. كام يا اسلام؟ 5-0 ماشي. الماتش كان 6-1. ده بتاع غانا. 5 يا ولاد. بتتكرر. طيب مين خد افضل لاعب في بطولة السوبر المصري الأخيرة في الإمارات؟ والله ما أفكر أصلا، أقسم بالله. بطولة السوبر المصري الأفريقي، السوبر المصري المصري الأفريقي. محمد عواد. لا المصري. السوبر المصري الأخير اللي فاز الأهلي. لا مش الشناوي. هو ما كانش محمد عواد. استنى كده. مين؟ زيزو بس خلاص الوقت خلص. ماشي. ف5-0 لسه. ماشي. طب ده سؤال، انت مقتنع بالسؤال ده؟ من ناحيه ايه؟ ما هو سؤال صعب بصراحه. هو سؤال صعب. ايه المتعه في السؤالات؟ يكون يا اسلام في متعه في الاسئله، حاجات تاريخيه، لكن ده طيب مين خد هداف في البطوله بتاعه السوبر المحلي الاخيره؟ الجزيري. لا السوبر المحلي. اللي هو 4 فرق يعني تقصد؟ وسام ابو علي. لا حد جاب جون بدري. من الاهلي يعني ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسرع هدف يعتبر في تاريخ البطوله. حسين الشحات. هي دي بطوله اصلا؟ بطوله ال4 فرق دي. الوقت خلص. طاهر محمد طاهر. ما خلاص الوقت خلص. ده جاب الجون فيكو. بس صح ولا غلط؟ صح. طاهر جاب هو هداف السوبر بهدفين يعني. طيب على فكره الجزيري جاب الجول الثالث اتلغى. مين صنع هدف ابو تريكه الشهير في الصفاقسي؟ فلافيو. برافو عليك. صح. برافو عليك. اخيرا حاجه. مش هتيجي غلط دي يعني. ماشي يبقى 5-1. طيب تاني اكتر المنتخبات حصولا على كاس الامم الافريقيه بعد مصر؟ كاميرون. صح كده. استاذ احمد قالها الاول. 6-1. بس دي معروفه. بتوصل على 6-1. لا بس دي معروفه. طيب. كم لقب سوبر مصري حققه الاهلي؟ سوبر مصري؟ سوبر مصري 14. 14. لا قربت. فوق 13.
15. ما هو اللي قال فوق بقى. ماشي. هو اللي قال فوق. فوتها بقى. يبقى 5-2. 5-2 ولا كام يا اسلام؟ 6 بقى تاني. 5-2. 5-2. 6 ولا 6-2 ماشي. ركز معانا يا اسلام الله يبارك فيك. مجموعة تنس. مباراة مصر والبرازيل، مين المدافع الثالث اللي مع هاني سعيد وائل جمعة؟ احمد سعيد اوكا. صح مظبوط. صح مظبوط كده. ايه 7-1. لا ده المنافسة يا جماعة. 7-2. 7-2. لا ماشي. 7-2. 7-2 نصابين كمان. طيب نهائي السوبر الافريقي 2020 بين الزمالك والترجي خلص 3-1 للزمالك. بن شرقي جاب هدفين، الثاني والثالث مين جاب الهدف الاول؟ يا عم لا سلام، مش عارف طبعا. فرجاني ساسي جاب الهدف الاول. كل الاسئله كده برضو مش معقول مصطفى محمد يعني كل حاجه. مش مصطفى محمد. محمود علاء. لا يعني انا اخد دكتوراه في الخطيب، مفيش سؤال على الخطيب. مش فاهم انا. اللي جاب اول هدف للزمالك كان يوسف اوباما. والله العظيم لو قعدت السنه ما كنت هاجي. طيب اذكر لاعبين توجوا مع او 2 لعيبه توجوا مع منتخب مصر ب3 بطولات الافريقيه مع كابتن حسن شحاته. احمد فتحي، الحضري، عصام الحضري، وائل جمعه، احمد حسن. فاضل واحد. ماشي انت قلت الحضري واحمد فتحي واحمد حسن وعصام الحضري ووائل جمعه. ماشي ناقص واحد. هاني سعيد. لا هاني سعيد ناقص واحد. وقال ايه؟ احمد حسن، الحضري واحمد حسن واحمد فتحي وائل جمعه. ناقص واحد. حسني برضه بطولتين. ال3 بطولات. ال3 بطولات. السؤال ده حلو. ناقص واحد. نجيب قلنا هاني سعيد. لا ما هاني سعيد برضه بطولتين. ابراهيم سعيد برضه بطولتين. اللي هيقول الاسم يبقى هو اللي كسب. مين الفراوده مثلا؟ عماد متعب. صح. شفت سهلته. انت بتسهله الاجابه. طبعا صح عماد متعب. ده شرفني يعني. قلت له فراوده يعني قالك متعب. طيب في نهائي كاس الامم الافريقيه 2006 امام كوت ديفوار مين اللي تسبب في ضربه الجزاء اللي ضيعها احمد حسن؟ بركات. الراجل ايه ما شاء الله. لا ما شاء الله. صح. النتيجه بقت كام؟ مش لازم نسال. طيب انا موافق. طب مباراه الاهلي وريال مدريد في كاس العالم للانديه خلصت 4-1. مين اللي تسبب في ضربه الجزاء اللي حطها معلول؟ مين اللي تسبب فيها؟ لاعب الاهلي يعني ولا لاعب الاهلي اللي خدها يعني. حسين الشحات. صح حسين الشحات. انا لسه شايفها من يومين 3 والله. لا والله كده جايه قدامي. طيب والله انتوا يا جماعه نورتونا وشرفتونا، وكنت مبسوط جدا ان انتوا موجودين معايا. انتوا عارفين انا بحبكم قد ايه ومن الناس القريبين مني، فكنت حريص جدا ان انتوا تنورونا في رمضان يعني. فبشكرك يا استاذ احمد، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا امير، وان شاء الله يعني تحصل ازاله الكشك ام ايمن اللي هو عامل سد اللي ورا ده، ونبقى نوصل نعدي على الطريق على طول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نورتنا يا حوده والله. انا اللي اعرفه انه اللي بيكسب بيشيل المشاريب. ايوه استاذ احمد جلال بقى يشيل السحور النهارده. ايوه صح كده بعد النتيجه الثقيله دي. مش عايزين نقول الرقم. اللي هيشيل السحور قول الرقم. كام الرقم يا جماعه؟ مترجم المنتخب 10-2 يا نهار اسود. 12 10-2 اكبر نتيجه في كل الحلقات اللي عملناها لحد دلوقتي والله العظيم. وانا ما عنديش مشكله. نورتنا يا حوده والله. الله يخليك يا اخويا وحبيبي وصاحبي انت عارف. ربنا يخليك يا ميدو. مستمتع بيك ومستمتع كمان بنجاحاتك الاخيره، ويا رب دايما كده بالتوفيق. ربنا يكرمك. وطبعا سعيد اني كنت مع استاذ احمد جلال، واحد من الناس المحترمه في المهنه بتاعتنا. طبعا نورتونا وشرفتونا، وكل سنه وانتم طيبين. جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده من كوره توكس. ان شاء الله حلقه تكون بتعجبكم. ان شاء الله هنتقابل كمان قريب في حلقات تانية جديده في شهر رمضان الكريم. تصبحوا على الف خير. السلام عليكم.